الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى خاتمهم المجتبى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. إخوة الإسلام، إن أعظم ما يؤذي الأمة الإسلامية ويضر بها ويعوق مسيرتها ويمكن أعداءها منها أن تتناكر فصائلها وأجنحتها المختلفة ولا تتعارف، وأن تتعادى ولا تتآخى، وأن تتفرق ولا تجتمع. ويتوجس بعضهم من بعض، ويسيء بعضهم الظن ببعض، بل ويكيد بعضهم لبعض، بل ويعمل بعضهم لهدم إخوانه وبناء نفسه على أنقاضهم. إنه الداء الوبيل والمرض الخطير الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه داء الأمم، سماه داء الأمم، وهو الحسد والبغضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إنه الداء الذي ضيع الدولة الإسلامية الكبرى ومكن أعداءها من اختراقها، وهو الذي حذر منه الله ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم عن أبي هريرة
وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وإذا كان هذا مستنكرا بين المسلمين عامة، فإنه يكون أشد استنكارا بين العاملين لنصرة الإسلام، فإنه يكون أشد استنكارا بين العاملين لنصرة الإسلام وبعث أمته وإحياء حضارته وتحكيم شريعته، وهم الذين يفترض فيهم أنهم يحملون هموم الأمة ويقودون الركب المنقذ للأمة والمدافعة عن هويتها وعن انتمائها وعن رسالتها. وإذا كان التعامل على أساس الكراهية والبغضاء، وإذا كانت البغضاء والكراهية أساسا للتعامل، لو جاز أن تكون أساسا للتعامل بين المسلمين كافة، فلا يجوز أن تكون أساسا للتعامل، لا يجوز أن تكون أساسا للتعامل بين العاملين لنصرة الإسلام، بل الذي يجب أن يكون أساسا للتعامل بينهم هو قانون الحب، وهو مقتضى الإيمان. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال لرسوله ممتنا عليه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وإذا حدثت إساءة من مسلم لأخيه المسلم فلا بد وأن يقابلها بالتسامح والصفح لا بالإساءة والحقد. قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد قدم لنا القرآن الكريم نموذجا يحتذى في مقابلة الإساءة بالإحسان، فإن يوسف عليه السلام
إن نبي الله يوسف عليه السلام قد أصابه ما أصابه من مكر إخوته ومن حسده، وأصابه ذلك بالمحن في صباه وفي شبابه وفي شيء من كهولته، في بعض كهولته، ولكنه قابلهم بالصفح والعفو، ما قابلهم بالإساءة والحقد. فعندما شاء القدر ومكنه منهم لم يعمل على تصفية الحسابات، وإنما ماذا قال لهم؟ قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وفي قوله إذ أنتم جاهلون يلتمس لهم العذر ويلتمس لهم مخرجا، ويبين أن السبب فيما أصابه منهم هو الجهل والطيش. ولما ذهب أبوه وإخوته إليه في مصر ماذا قال له؟ يقول الحق سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ذكر إخراجه من السجن ولم يذكر إخراجه من الجب. فلماذا ذكر إخراجه من السجن ولم يذكر إخراجه من الجب؟ فعل ذلك حتى لا ينكأ الجراح القديم. وقوله من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إنما ينسب ما حدث لنزغ الشيطان ويلتمس العذر لإخوانه. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فكان ردهم عليه أن قالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وهنا تأتي السماحة من نبي الله يوسف، قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، انظروا إلى موقف الإمام أحمد رحمه الله في المحنة التي عرفت في التاريخ بمحنة خلق القرآن. فقد جعل كل من ضربه وعذبه في حل،
محتسبا أجره على الله عز وجل. فقد روى عنه أنه جعل كل من عذبه وكل من حضر في تعذيبه في حل، حتى الخليفة المعتصم الذي ضرب الإمام بأمره جعله في حل، وذلك بعد أن فتح حصن بابك الملحد المارق، وبعد فتح عمورية جعلهم في حل محتسبا أجره على الله عز وجل. ما الذي حمل الإمام أحمد على ذلك؟ الذي حمله على ذلك ما قرأه في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك قول الحق سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. جاء في تفسير هذه الآية أنه إذا كان يوم القيامة جثت الأمم بين يدي رب العالمين، ثم يقول: فليقم من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. هذه روح الإيمان، وهذا هو المؤمن الكامل الذي يتسامح ويعفو، والذي يجعل إخوانه في حل. هذه الروح التي يجب أن تسود بين المسلمين، لا أن يتناكر المسلمون، لا أن تتناكر فصائل الدعوة المختلفة، لا أن تتباغت، لا أن تتدابر. إنك تراهم ينهش بعضهم بعضا ويذوق بعضهم بأس بعض. يجب أن تسود روح التسامح بين المسلمين، ويجب من إحياء روح المودة والإخاء، ويجب أن نتعلم أدب الخلاف، يجب أن نتعلم أدب الاختلاف، وأن نتجنب سلبيات الخلاف. اللهم أصلح أحوالنا.